الاتحاد يشكو إيفان توني ويطالب بإيقافه لأقصى مدة. الاتحاد ينافس أندية أوروبية على نجم أرسنال. صراع أوروبي من أجل التعاقد مع موسى ديابي في الصيف. الاتحاد يفاجئ لجنة الحكام قبل مواجهة الخلود في نصف نهائي كأس الملك. أسطورة الهلال يفتح النار على الاتحاد بسبب صفقة النصيري. محمد نور يظهر في شباب البومب كابوس المشجع الهلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة، المصدر الأول لأحدث أخبار الكرة السعودية من قلب الملاعب إلى كواليس الأندية. هنا نوافيكم بكل جديد عن الدوري السعودي، نجومه، صفقاته وتحليلات لا تجدونها إلا هنا، فخليكم معنا وخلونا نبدأ جولتنا الكروية. بدأت إدارة نادي الاتحاد خطواتها الرسمية ضد الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي بعد احتفاله المثير للجدل بهدفه خلال لقاء ديربي جدة الذي جمع الطرفين ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي يوم الجمعة. وسجل إيفان توني هدفاً مساهماً في فوز الأهلي على الاتحاد 3-1 في لقاء الديربي الذي أقيم على أرضية ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. الاتحاد يرفع شكوى رسمية ضد إيفان توني. رفعت إدارة الاتحاد شكوى رسمية لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد إيفان توني بسبب احتفاليته المثيرة بهدفه في الديربي، حيث توجه إلى راية الركنية محتفلاً برقصة مثيرة أمام مدرجات جمهور القطب الجداوي. وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد ذكر في شكوته أنه توني اتجه بقصد إلى جماهير النادي التي تشكل 10% من الحضور، وقام بإيحاءات خادشة للحياء. وطالب نادي الاتحاد بتطبيق عقوبة المادة 71 من نظام الانضباط، والتي لا تقل عن إيقاف 6 مباريات ولا تزيد عن 2. وتنظر لجنة الانضباط خلال الأيام المقبلة في شكوى نادي الاتحاد تجاه إيفان توني من أجل اتخاذ القرار المناسب حيالها. ويحتل فريق الاتحاد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 42 نقطة حصدها من 12 انتصاراً و6 تعادلات مقابل 7 هزائم. أبدى نادي الاتحاد السعودي اهتمامه بخدمات البلجيكي لياندرو تروسارد لاعب أرسنال الإنجليزي، والذي يلفت أيضاً أنظار عدد من الأندية الأوروبية. الاتحاد لا يزال مهتماً بالبلجيكي تروسارد، ووفقاً لموقع سبورتس بوم فإن تروسارد مرتبط بعقد ممتد مع أرسنال حتى صيف 2027، ويواجه اللاعب مرحلة حاسمة في مسيرته بسبب خطة النادي اللندني لتحديث مركز الجناح باستقطاب لاعبين جدد خلال الفترة الصيفية. وأشار الموقع نفسه إلى أن أندية نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا والاتحاد السعودي وإنتر ميلان ونابولي تتابع موقف تروسارد عن كثب، ولكن ليست هناك أي عروض رسمية من أجله حتى هذه اللحظة. ورفض نادي أرسنال عرضاً سابقاً من نادي الاتحاد الذي لا يزال يضع اللاعب ضمن أهدافه للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي. ويتوقع المصدر ذاته أن يفتح نادي أرسنال الباب أمام بيع تروسارد مقابل 20 أو 25 مليون جنيه استرليني، ويتقاضى اللاعب حالياً 90,000 جنيه استرلينياً أسبوعياً، وقد يتطلع للحصول على راتب أعلى سواء في السعودية أو إنجلترا. ويتطلع نادي أرسنال للحصول على عائد مالي ملموس من عملية بيع تروسارد الذي لا يزال يرتبط بعقد ممتد حتى نهاية موسم 2027. وخاض تروسارد 162 مباراة مع فريق أرسنال في كافة البطولات، وسجل 35 هدفاً بينما قدم 31 تمريرة حاسمة. تتسارع وتيرة التكهنات حول مستقبل نجم نادي الاتحاد السعودي موسى ديابي مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وتشير تقارير صادرة عن قنوات الكاس الرياضية إلى وجود رغبة كبيرة من أندية أوروبية بارزة للظفر بخدمات اللاعب الفرنسي. وتتصدر هذه القائمة أندية إنجليزية عريقة، حيث تتنافس أندية ليفربول ونيوكاسل يونايتد بالإضافة إلى تشيلسي وتوتنهام هوتسبير على تقديم عروض رسمية لضم الجناح المهاري من صفوف العميد خلال الميركاتو المقبل في ظل تألقه اللافت في الملاعب السعودية. اهتمام أندية النخبة في القارة العجوز. تتجاوز دائرة الأندية المهتمة حدود الدوري الإنجليزي الممتاز لتشمل أندية النخبة في القارة الأوروبية.
وانضم نادي إنتر ميلان الإيطالي ونادي بروسيا دورتموند الألماني رسمياً إلى قائمة الساعين للحصول على توقيع لاعب الاتحاد، وذلك بناء على التقارير المتابعة لسوق الانتقالات. وتستعد إدارات هذه الأندية لبدء قنوات التفاوض الرسمية مع إدارة نادي الاتحاد، تمهيداً لتقديم عروض مالية قد تكون مغرية لإقناع النادي بمناقشة رحيل اللاعب. وتأتي هذه التحركات وسط ترقب جماهيري لميركاتو صيفي ساخن قد يحدد الوجهة القادمة للمحترف الفرنسي الذي أصبح هدفاً استراتيجياً لتعزيز الخطوط الهجومية لهذه الأندية الكبرى. فاجأ مسؤول الاتحاد السعودي لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب جديد قبل مواجهة الخلود السعودية المقبلة. ووفقاً لتقارير صحفية، أرسل الاتحاد خطاباً رسمياً خلال الساعات الماضية يطالب فيه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الفريق أمام الخلود المقررة على ملعب الإنماء ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين. ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الحكام خلال الأيام المقبلة إجراءات مخاطبة الاتحادات المختلفة لتوفير حكام أجانب لإدارة اللقاء. ويأتي هذا التحرك بعد خسارة الاتحاد الأخيرة أمام الأهلي السعودي بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي، وهي المباراة التي شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً عقب نهايتها. وجه أسطورة حراسة المرمى محمد الدعية انتقادات قوية لإدارة الاتحاد السعودي بعد التعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية خلفاً للفرنسي كريم بنزيما الذي انتقل إلى الهلال السعودي. وقال الدعية في تصريحات تلفزيونية إن رحيل بنزيما أثر بشكل واضح على شخصية الفريق داخل الملعب، مضيفاً: من اختار النصيري بدلاً من بنزيما أعاد الاتحاد إلى الخلف. منذ خروج النجم الفرنسي أشعر أن الفريق فقد شخصية القائد. بنزيما كان له بصماته وقراراته، مثلما نتحدث عن شخصية كريستيانو رونالدو، فهو يمتلك نفس القوة القيادية. وأضاف: الاتحاد فقد أهم عنصر لديه، فقد حقق مع الفريق الدوري والكأس العام الماضي وكان يمثل قوة كبيرة. وفي رأيي الاتحاد أخطأ بالتعاقد مع النصيري، وكان النصيري قد انضم إلى العميد لتقديم حلول هجومية مباشرة سواء عبر التحرك داخل منطقة الجزاء أو استغلال الكرات العرضية. وشارك المهاجم المغربي في 7 مباريات حتى الآن، سجل خلالها 3 أهداف وصنع. خطف أسطورة نادي الاتحاد محمد نور الأنظار بظهوره المميز في الحلقة 19 من مسلسل شباب البومب خلال السباق الدرامي لشهر رمضان المبارك. ودارت أحداث الحلقة في إطار كوميدي حول فندق قديم متهالك تقرر تحوير غرفه إلى مكان للرعب بهدف جذب الزوار وتحقيق أرباح مادية. وجاءت مشاركة نور كجزء من مقلب استهدف أحد النزلاء المعروف بتعصبه الشديد لنادي الهلال، حيث تم توظيف تاريخ القوة العاشرة الكروي في إخافة المشجع بطريقة ساخرة لاقت تفاعلا واسعا من قبل الجماهير الرياضية على منصات التواصل الاجتماعي. أهداف أبو نوران تطارد المشجع الهلالي. تجسدت فكرة الكابوس المرعب للمشجع الهلالي في تحويل جدران غرفته إلى شاشات تعرض أهداف محمد نور التاريخية في شباك نادي الهلال. وظهر نور في المشهد ليعزز حالة الرعب الكوميدي التي عاشها النزيل في إسقاط فني على الصراع الرياضي التقليدي بين القطبين الكبيرين. وأشاد جمهور العميد بالأداء التلقائي والكوميدي لنجمهم المفضل، معتبرين أن ظهوره أضفى نكهة خاصة على الحلقة، خاصة مع تداول مقاطع المشهد بشكل مكثف تحت وسم كابوس الهلاليين، مما جعلها واحدة من أكثر حلقات المسلسل تداولا هذا الموسم. تزامن الظهور مع أزمات الاتحاد الفنية. يأتي هذا الظهور الدرامي لمحمد نور في وقت يشهد فيه البيت الاتحادي حالة من الغليان عقب الخسارة المريرة في ديربي جدة أمام الأهلي بنتيجة 3-1. وكان نور قد ظهر مؤخرا في مقاطع فيديو متداولة وهو يدخل في نقاش حاد مع رئيس النادي فهد سندي عقب نهاية المباراة على ملعب الإنماء، معبرا عن استيائه من مستويات بعض اللاعبين. ورغم انشغاله بالأعمال الدرامية والبرامج التحليلية مثل دورينا غير، يظل نور قريبا من الشان الاتحادي، حيث توعد مؤخرا بفتح المقصرين بالأسماء في حال استمرار تراجع النتائج، مؤكدا غيرته الدائمة على شعار النادي. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصلكم كل الأخبار أول بأول. كرتنا السعودية تستحق المتابعة، وإحنا هنا عشان ننقل لكم كل التفاصيل لحظة بلحظة. كان معكم المشجع الاتحادي، نراكم في فيديو قادم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.